ارقي نفسك. ارقي نفسي بايه؟ الرؤيه بتاعتك وبتاعت عيالك كمان. لو عندك عيال صغيره، اعيذك، حط ايدك على راس ابنك كده، اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وايه همه. يعني ايه همه؟ حد هم انه يعمل فيها مصيبه، خلاص خد قرار انه يعمل فيا عمله بس لسه ما نفذش. ومن كل عين لما عين ألمت بيا، خلاص حد حسدني وحصل لي مشكله، اصرفها يا رب. انت تقول لنفسك كده: اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهمه ومن كل عين لما. عم الشيخ مش لاحق احفظ منك حاجه، قل هو الله احد المعصيين. حلوة قوي قوي، تكفيك من كل شيء كما قال النبي: لم يرى مثلهن. مش هتشوف حاجه، هتجيب مفعول معاك زيهم بس كتر منها. طيب سمعت ان في ناس بتجيب ميه كده وتقرا عليها جميله جميله جدا. هات ميه يا عم وانفس فيها بايه؟ بقول هو الله احد المعصيين 3 مرات. اقرا على قد ما تقدر تقرا، وبعد كده صبها على جسدك. طريقه من الطرق اللي يعني مجربه من الصالحين واوصي بها من ائمه الاسلام عبر التاريخ. يبقى خد بالك من نفسك، ما تقعدش بقى تتكلم عن النعم اللي عندك قدام الناس اللي بيحبك. شفت رؤيه حلوه قدام اللي بيحبك، تقعدش تتكلم عن السعاده الزوجيه اللي انت عايش فيها. فيعملون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال: طب ما السحر يا رب بيتعمل ب 1000 حاجه، اشمعنى يا رب اما اتكلمت على السحر ما اتكلمتش غير عن سحر التفريق بين الزوجين؟ لانها اكتر حاجه بتتحسد. فيش حاجه بتتحسد زي انت ومراتك ماشيين في الشارع قاعدين تضحكوا مع بعض يعني استعينوا على انجاح حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمه محسود. ما تخليك عاقل في الحياه، يعني راعي، ما تخونش حد، انما راعي. خليك انسان حريص، خليك انسان بتتعلم من التجارب بتاعتك ومن اللي مر بيك. ربنا اداك اسلحه كتير ودججك باسلحه كتير. ما انتش محتاج انك تعيش بالوضع اللي انت عايش بيه ده. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام مر على قوم مبتلين فقال: اما كان هؤلاء يسالون الله العافيه؟ كان شويه دعاء بالعافيه، ربنا كان هيشيل عنك كتير قوي بالدعاء ده. لا يرد القضاء الا الدعاء.